السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دلوقتي الأرنبة طيوبة اللي والدة أول امبارح. عطيتها امبارح حقن للجرب وحقنة تنظيف وحقنة فيتامينات، والنهاردة هديها حقنة كالسيوم وحقنة فيتامينات وحقنة خصوبة، عشان طبعا بعد كده هبقى أدخلها للذكر عشان تلقح. الحقنة الكالسيوم هتاخدها في العضل تحت الجلد، الكالسيوم تحت الجلد، والخصوبة عضل. هديها العضل الأول كلهم اهو. زي ما قلنا العضل بيبقوا السن بتاعهم صغير، انما الحقن اللي تحت الجلد هي السن بتاعها بيبقى كبير. دي الخصوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخصوبة في العضل، الخصوبة في العضل خليكم فاكرين، والفيتامينات في العضل برضو، فيتامينات في العضل، فيتامينات في العضل. متنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. لا 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 لا، استني يا حاج، في ايه؟ هغيرك عشان اديكي في الناحية التانية. كنت قاعدة هادية، ايه اللي حصل لك؟ متنسونيش يا جماعة في اللايك والشير والسبسكرايب دعما ليا، وان شاء الله هصور لكم كل يوم الارنبة طيوبة وعيالها عشان نشوفوا ايه الجديد معاهم. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الفيتامينات في العضل برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بدعكها كده برضه عشان مفيش حاجه تكلكع. دي بقى اللي هي الكالسيوم تحت الجلد. الكالسيوم تحت الجلد برضو عايزة تقوم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتأكد ان هي ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. لما اجي ادخلها للذكر ان شاء الله. استنى خدت جزء وقامت طلعت الحقنة منها، طبعا هصرفها واديها ايه الباقي. انا مش عايزة اشكشكها كتير، بس هي بقى اللي مش صابرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بالشفاء ان شاء الله. طبعا الفيتامينات والكالسيوم عشان تعرف ترضع عيالها كويس، والخصوبة طبعا علشان لما ادخلها للذكر تبقى ايه كويسة، يعني تلقط على طول التلقيح. ودمتم ان شاء الله سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.